بد أن يستجيب الله لك بشيء. إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله يستحي من عبده أنه يطلبه فيرده، إما أن يعطيه ما أراد أو يدخر له من الخير يوم القيامة، أو يصرف عنه من السوء مثله. والعبد قد لا يدري، قد يطلب شيئا يظنه خيرا وهو شر له، فلا يعطيه الله عز وجل إياه، ويدخر له من الخير مثله يوم القيامة، ويصرف عنه من السوء مثله. والصالحون طبيعتهم الدعاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بل الصالحون من دعائهم يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا نوح عليه السلام لما أيس من قومه وعلم الله أنه لن يؤمن أحد من قومه، ورفع يديه إلى السماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فإذا بالنصر ينزل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما دعا الله إلا واستجاب الله له. يأتيه رجل أثناء الخطبة يشكي له القحط وقلة الأمطار، فيرفع النبي يديه إلى السماء والصحابة جلوس وليس في السماء غيم أبدا. يدعو النبي ربه، وإذا بالغيم يتجمع بالسماء وينزل المطر فورا، والنبي لم ينزل يده، يرفع يديه إلى السماء والمطر ينزل، والبرق والرعد في السماء، بل ظل المطر أسبوعا لم ينقطع بدعاء من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء أكرم شيء، أعظم شيء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فضيلة من الفضائل، شرف، وأي شرف، عبادة، بل هي العبادة نفسها دعاء الله وسؤاله جل